شوفوا شو صار بالايباد تبعي، انكسر، الشاشة راحت فيها. رح احاول اسكره حتى تشوفوا كيف انكسر. ما عم يتسكر معي، ما بعرف ليش، لانه انكسر نهائي. بما انه ايبادي انكسر، زوجي كو اشترى لي ايباد كتير احسن منه. الايباد الجديد كبير، وكمان اخر اصداره سريع كتير. شوفوا هيو هون، وكمان راح اعمل unboxing هلا. وبلا حكي كتير، يلا حبايبي خلونا نبدأ ونعمل الانبوكسينج. بالكيس تبع ابل كمان اشتريت ابل بنسل، هذا اللي انتو شايفينه. اشتريت كمان كفر للايباد، كان في لون ازرق غامق وابيض واسود، انا حبيت الاسود لانه ما بيتوسخ. هذا هيك شكله. رح افتحه بس ما رح اورجيكم الانبوكسينج، ورح احطه على الايباد ورح اورجيكم الشكل النهائي. هذا هو شكل الكفر النهائي، مثل ما انتو شايفين بخلي هيك الايباد بيوقف. عم بفرفر كتاب الكيمياء، حاليا عم بدرس كيمياء ورياضيات وسوشيال ستاديز، علم الاجتماع أو اجتماعيات، ما بعرف شو بتسموه ببلدكم. علم الاجتماع، من وين جبت ما بعرف بصراحة من وين جبت هذا الاسم. اوكي ما علينا، مثل ما بتشوفوا الايباد فيه ميزات كتيرة، بالذات للدراسة بيساعد كتير وكتير فن، كتير ممتع للاستخدام والدراسة. أنا كتير بحبه بصراحة. هون أنا عم بشتغل على ابليكيشن تبع الاناتومي أو علم التشريح. ميزة تانية أنا كتير بحبها في الآيباد، وهي إنه أنا مش لازم أكتب النوتس تبعيتي من الصفر. كل اللي علي أعمله إنه أنا بس أقرأ اللي كتبته في الصف، والآيباد رح يكتب لي إياه. طبعا أنا هون عم بحكي كلام ملخبط، فلا تتفاجئوا من الكلام المكتوب، بس بصراحة بيسهل علي كتير. مشكلة الكسل والنوم على الكنبة
وأقعد أضيع وقت على أي شي انحلت على فكرة. من أول ما اشتريت الآيباد انحلت. ليش؟ لأنه الآيباد كتير خفيف، بدل لا تمسكي لابتوب بتمسكي شاشة هيك كأنها شريحة نحيفة، وتقعدي تكتبي عليها وتدرسي عليها متل ما انتو شايفين بكل سهولة. ممكن تكتبي على كتابك وترجعي تمحي، ممكن تعملي تدريبات كتيرة وترجعي تمحيها وتعملي مرة تانية. فعشان هيك أنا كتير بحب الآيباد وبنصح فيه للدراسة. اوكي حبايبي، وصلنا لاخر الفيديو. الصف تبعي رح يبدأ بعد ربع ساعة، لازم اروح احضر حالي. شكرا كتير انكم تابعتوا فيديو اليوم، وبتمناكم يوم سعيد. شكرا كتير حبايبي، بحبكم كتير كتير. باي باي.